مرحبا بكم في قناتنا. في عالم الشامي كل شيء ممكن. أغنية جديدة، تلميح غامض، وجدل واسع على السوشيال ميديا. هل تخيلت يوما أن كيس قهوة سيشعل التوقعات حول أغنية جديدة؟ هذا بالضبط ما فعله الشامي مع أغنيته المنتظرة بتهون. من التسريب إلى الكلمات الصادمة وصولا إلى دور بيسان إسماعيل في الترويج غير المقصود. هذه هي القصة الكاملة. بدأت القصة بمنشور غامض على حساب الشامي في إنستغرام، صورة لكيس قهوة 3 في 1 مع تعليق يقول: تشربوا معي 3 بواحد؟ المهم بتهون قريبا. هذا التلميح أشعل فضول المتابعين، وربطوا فورا بين 3 بواحد وأغنية التريو الشهيرة علاش، التي جمعت بيسان إسماعيل وأمجد جمعة وفؤاد جنيد. فهل كان الشامي يلمح لشراكة جديدة أم أن القصة أكبر من ذلك؟ بعدها اليوم قام الشامي بنشر تسريب لأغنيته الجديدة بتهون. لما العالج رافع دروبي قامت حروفك علينا وبتهون يا قلوب لو خانك رمل الأرض. وهيك قصص حلوة. هنا يأتي الجزء الأغرب في القصة. بسبب تلميح الشامي عن 3 بواحد، بدأ المتابعون يربطون بين أغنيته الجديدة وأغنية علاش التي شاركت فيها بيسان. هذا الربط وإن كان غير مباشر جعل اسم بيسان يتداول بشكل واسع في سياق أغنية الشامي الجديدة، مما زاد من انتشار خبر الأغنية المنتظرة. يمكن القول أن بيسان روجت للأغنية من غير قصد، فقط بسبب التكهنات التي أثارها الجمهور وبسبب ردها على الشامي. في النهاية يبدو أن الشامي اختار استراتيجية ذكية للترويج لأغنيته، من منشور غامض إلى تسريب غير مقصود. استطاع أن يجعل بتهون حديث الساعة قبل حتى أن تصدر بشكل رسمي. الأغنية بكلماتها العميقة والجدل الذي صاحبها تبدو أنها ستكون واحدة من أنجح أعماله. ما رأيكم في هذه الطريقة للترويج؟ هل تعتقدون أن الأغنية تستحق كل هذا الضجيج؟ شاركونا آراءكم في التعليقات في الأسفل.